ما عندكيش غير نص كيلو لحمه مفرومه وعايزه تعملي غدا يكفي البيت كله، ولا يهمك. النهارده هنعمل مع بعض الصينيه الجباره، الصينيه اللي هتنجز معاكي وهتكفي كل البيت كله بطريقه سهله وبسيطه من غير اي افتكاسات، وطعمها حلو قوي. حطي لايك للفيديو واعملي شير عشان غيرك يستفاد، ونبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هاتي بقى يا ست الكل كميه اللحمه المفرومه اللي عندك. انا هنا هستخدم نص كيلو هو اللي كان عندي. هجيب بقى بصليه كبيره او بصلتين متوسطين، هضربهم في الكبه او هبشرهم، وحاولي ان انت تصفيهم من الميه بتاعتهم كويس قوي. انا صفيت البصل بتاعي كويس قوي، وما ترميش الميه بتاعته هنستخدمها. انزلي بقى بالتوابل بتاعتك، فلفل اسمر، بهارات لحمه، ملح. اخلطي بقى اللحمه بتاعتك في البصل والتوابل واخلطيهم كويس قوي. ويا سلام بقى لو تسيبيها في التلاجة كمان ساعه تريح وتتشمع كده، هتفرق معاكي وانتي بتشكليها، هتبقى سهله كده معاكي ما تفكش. هاتي بقى كميه البطاطس اللي انت هتستخدميها. انا هنا مستخدمه نص كيلو لحمه مفرومه، هستخدم معاه كيلو بطاطس. هقشرهم واغسلهم غسله كويسه وهقطعهم حلقات. انا هنا عايزه الحلقات بتاعتي مش تخينه قوي ولا رفيعه قوي. هاتي اللحمه وميه البصل اللي انا في الاول قلت لك ما ترميهاش هنستخدمها، احنا دلوقتي هنستخدمها واحنا بنصبع الكفته. هنا انا مش هعمل الكفته بالشكل اللي احنا متعودين عليه اللي هي الصوابع، لا انا هعملها مدوره علشان انا عايزاها نفس شكل البطاطس اللي احنا عملناها مع بعض. ما تخليش الكفته بتاعتك ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، علشان احنا عارفين ان البطاطس ما بتاخدش سوا كتير، وكمان الكفته ما بتاخدش سوا كتير، فالاتنين ياخدوا نفس التسويه في نفس الوقت. هاتي بقى القارب بتاعك او الصينيه المدوره اللي متاح عندك. هاتي بقى كمان بصلايه وقطعيها برضو جوليان. عندك قرنين فلفل الوان اخضر اللي عندك في التلاجة وممكن تستغني عنهم، انا كان عندي في التلاجة فحبيت ان انا احطهم. يلا نرص الصينيه بتاعتنا مع بعض. اول حاجه انا هستخدمها البطاطس، وبعد كده هحط البصل، فلفل الوان، الكفته، اخر حاجه هحط برضو كمان البطاطس. وانا بجهز الصينيه بتاعتي دي انا مشغله الفرن على درجه حراره 180. رصي بقى البطاطس بالشكل اللي انت شايفاه دوت وهي واقفه كده. لو ما عندكيش صينيه القرب زي دي ممكن تحطيها في الصينيه المدوره. انا كده رصيت الصينيه بتاعتي. هجيب حوالي كيلو الا ربع طماطم هضربه في الخلاط. هنزل عليهم بمعلقتين كبار معجون صلصه علشان كانت الطماطم بتاعتي مش حمرا قوي. كمان هنزل بمعلقه توم مفروم، فلفل اسمر، ملح. قلبيهم كويس قوي تتاكدي ان الملح بتاعك كده داب، وظبطي الملح والفلفل الاسمر بتاعك. انزلي بقى بكميه الطماطم بتاعتك دي على صينيه البطاطس وحطي لها كمان كوبايه ميه. هاتي بقى معلقه سمنه فلاحي او اي نوع سمنه عندك وشويه زيت. الخطوه دي اختياري، انا هحط كمان قرن فلفل سبايسي، وكان عندي شويه فلفل الوان من اللي انا كنت مقطعاهم معاكم، هحطهم كده على الوش، ممكن تستغني عنها. هاتي بقى ورق الزبده بتاعتك وورق الفويل وقفلي الصينيه بتاعتك كويس ودخليها على الرف اللي في النص على درجه حراره 180. بتاخد من حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع. وكمان انا اخر 5 دقايق شلت ورق الفويل وشغلت الشوايه عشان تاخد معاكي اللون القمر ده. شكلها اللهم بارك وطعمها كان جبار، ان شاء الله جربوها وتعجبكم. كده احنا عملنا الغدا بتاعنا من نص كيلو لحمه وكيلو بطاطس. عملنا الصينيه الجباره دي هتعجب ولادك قوي. لو عجبك الفيديو متنسيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.